هنخلط كل المكونات دي مع بعض. طبعا عندنا اللحمه المفرومه، هي طبعا مش كلها لحمه صرف، فيها حوالي 20% دهون. وهنحط كزبره، البقدونس، وهنحط الطماطم، وهنحط البصل، وهنحط الثوم. على فكره البصل والثوم انا كنت فرماهم ومفرزاهم في الثلاجه. وادي هنحط البهارات كلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض كويس، ندمجهم كده مع بعض. لو انتوا لسه متابعينا ومعانا لحد دلوقتي على الفيديو، من فضلكم دوسوا لايك وشير ومتابعه عشان يصلكم كل جديد. كده كل المكونات اندمجت مع بعضها، هنحطهم بقى في التلاجة يرتاحوا. كده طلعنا الحواوشي وهو جاهز كده، وحضرنا العيش بتاعنا وفتحناه كده فتحة من الجنب. هنبتدي بقى بعد كده ندهن بقى العيش كله بالزيت كده من بره، ونفتح برضو العيش من جوه وندهنه، يبقى يدهن من جوه ومن بره. ونجيب بقى كرات اللحمة كده، ونبتدي نحط بقى في رغيف الحواوشي ونبطط كده، نوزع كده كل كمية اللحمة في الوسط كده، بحيث ان تبقى الأطراف مفيهاش لحمة يعني، عشان وانتوا عارفين طبعا كمية اللحمة عامة بتكش سنة بسيطة. أنا بحب الرغيف يبقى يعني في لحمة كويسة، هحس ان احنا كده. نعمل بقى كل الكمية بتاعتنا ونجهزها، ونيجي على الجانب الآخر هنجيب بقى كده طاسة ونحط فيها الزيت، ونسيبها تسخن كويس. بعد ما تسخن كويس نحمر بقى رغيف الحواوشي كده. انا بقى عشان ما اطولش عليكم هعمل بقى كل الكميه ونرجع نوصل كده. الزيت سخن، وهنجيب بقى الحواوشي ونحطه كده على نار عاليه، وبعد كده تبقى متوسطه. التسويه بقى على الطاسه على البوتاجاز انا بالنسبه لي بفضلها عن التسويه في الفرن. تحسي كده ان الرغيف الحواوشي بيبقى مقرمش وبيبقى واخد طبقه قرمشه كده، واللحمه فيه بتبقى مستويه، ونقدر نتحكم في التسويه بتاعتها عن الفرن. ادي كده شفتوا الرغيف بقى مقرمش ازاي، ونقلبه على الجنبين. احنا كده طبعا بنحمرها على نار متوسطه. ونطلعه ونحط بقى وادي الحواوشي وبألف هنا وشفا. جنب منه بقى طبق مخلل. وبص ادي الحواوشي من جوه، اللحمه مستويه وهو مقرمش. سامعين صوت القرمشه بتاعته؟ وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان يوصل لكم مننا كل جديد.